بص انا هصدمك، انا بعت عربيتي عشان اجيب بايك. دي كانت يعني احنا من مكنه صيني من تحت خالص لحد مكنه ياباني. الحمد لله اللي انا كنت بحلم بيه وزياده. كان والدي كان ماشي على الطريق فجأة لقاني رافع حصان فانا عايز اركب من 2015، ركبت في 2019. كانت حاجه بتاعتي. جبت صيني. كنت بفكر ان انا اركب بايك قبل ما اتجوز، فقررت ان انا اتجوز واحوش انا ومراتي ونجيب البايك. النصابين بتوع كفر الدوار ده انا عارفهم. عايزين بقى نعرف الناس هوايتنا بالموتوسيكلات بدأت ازاي، كان معانا ايه ووصلنا لايه. اول موتوسيكل عندي كان عندي 17 سنه، كان هوندا سي بي ار 250. تمام. بعد كده اتنقلت للهوندا سي بي ار فاير بليد 400. بس انا كانت هوايتي هوايه عربيات، ودخلت في العربيات التربو فبعدت شويه عن الموتوسيكلات، وبعد كده رجعت لها تاني. لما رجعت لها بايه؟ بالار 1. تمام. عدلت عليها بيج بور، بساتم، كامات، نايتروس. بعدها اتنقلت لل H2. ما شاء الله. طيب خلينا في الار 1 الاول، كان الهورس باور بتاعها كام ووصلناه لكام؟ على الداينو كان 224، ده اللي انا وصلت له، هو كان 175. ما شاء الله. الاتش 2 طبعا ما اقدرش اعرف هيجيب كام هورس باور لان مفيش داينو في مصر. مفيش. اه مفيش. طيب طبعا مفيش حاجه بعد الاتش 2. لا انسى خلاص. لا طيب خلاص. احساسنا ايه بقى اول لما انت جبت الاتش 2؟ ما شاء الله كان والله طلعت 7-8 ايام كل يوم لوحدي اتدرب عليه. شوف مع حاجه ثانيه. خبرتك في الموتوسيكلات حاجه والاتش 2 حاجه ثانيه خالص. حاجه ثانيه لازم تطلع فعلا تاخد عليه. خلاص تمام. معانا كابتن هاني هيقول لنا ازاي سرق قصدي جاب فلوس اول بايك ليه. اول بايك انا فكرت اشتريه. فكرت تسرق فلوس اللي خلاني اشتري بايك اساسا ان انا كنت باجر موتوسيكلات. موتوسيكل تورو كانت الساعه ب 12 جنيه. تمام. عشان اجيب ال 12 جنيه منين بقى؟ أيوة. بدايه النصبايه كنا بنسرق فلوسها من جدي الله يرحمه. الله يرحمه. مش عارف بقى يسامحنا على الكلام ده. ان شاء الله يسامحك. بدأنا بقى ايه غاية الموتوسيكلات ده كان سنة كام بالظبط؟ في 2004. تمام. بدأت بقى ايه خلاص انا عايز اركب موتوسيكل، حاجة بقى جميلة عجبتني. بقيت اتحايل على ابويا وامي، اخش ده شوية اتذلل له، اخش لامي شوية اتذلل لها، لغاية لما حد اقتنع وخلاص هجيب موتوسيكل ب 3300. وقفت على 300 جنيه. 300 جنيه ده انا عايز اقول لك يعني احنا كنا بنشحتهم لدرجه ان خالي اللي بتقف كده والله وقفت على 300 وخالي اللي دفعهم. الحمد لله ربنا كرم وطلعنا من الموتوسيكل. عايزين بقى نجدد الموتوسيكل، قدم شويه قعد شهور معايا، فلا ازاي انا عايز موتوسيكل جديد. بعت الموتوسيكل حطيت عليه 500 جنيه، جبت موتوسيكل اعلى. كان بكام بقى ب 500 جنيه؟ ابو 500. شايف في ارقام كبيره قوي بتدفع. بعته ب 5000 ونص. تمام. ده كان موتوسيكل ايه بقى؟ كان الموتوسيكل الداير 4 اللي انا جايبه ب 3300 بعته ب 5 ونص. يعني كله احنا بادئين موتوسيكلات صيني كله. تمام الحمد لله يعني. عشان بس الناس مفكره الناس بتبدا لا 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 ده انا طالع تدريجي بحت من تحت خالص. تحت خالص من 150 ل 180 ل 250 ل 250 انجكشن ل 600. ربنا يكرمني ويكرمك يا رب. تمام. لغايه لما وصلت تدريجي للاف 4 اي والحمد لله دي كانت يعني احنا من مكنه صيني من تحت خالص لحد مكنه ياباني. الحمد لله اللي انا كنت بحلم بيه وزياده شويتين. قول لي بقى الدريم بايك بتاعك بقى. باذن الله انا يعني طموحاتي اطلع على 1000 باذن الله. بإذن في حاجه الله. معينه ولا اي حاجه 1000 تيجي قدامك هتروح فيها على طول؟ لا اي حاجه 1000. تجرب احساس ال 1000. انا سمعت كتير الخطه بتاعته. عايز اجرب. لا لازم. ودوت برضو ميمو معانا هيحكي لنا قصته مع البايكات وازاي اللي هو بدأ يحوش ويجيب اول بايك، والموضوع كان سهل ولا صعب بالنسبه له. يلا ميمو قول لنا. بص انا هصدمك، انا بعت عربيتي عشان اجيب بايك. تمام. جبت العربيه ازاي؟ لا العربيه دي كانت شقه عمر. تمام. انا ما كنتش عارف حاجه في الموتوسيكلات اصلا. البايك ده اول بايك اركبه، طلعت القاهره جبته وجيت، انا ما بعرفش اسوق ولا اعرف اي حاجه. طلعت لوحدي بس. اتعرفت بقى على الشباب الحلوه، احمد سامح اسلام وانت. بس هو الموقف اللي حصل اللي كان والدي كان ماشي على الطريق فجأة لقاني رافع حصان ومعانا كابتن ابراهيم ودلوقتي هيحكي لنا قصه اول بايك معاه والموضوع بدأ ازاي. والله انا اول بايك بالنسبه لي
جبته كنت بحوش متهيألي 100 في 200 في 300 لغايه ما وصلت الرقم كده، طبعا عشان البايكات غليت دلوقتي. فانا كنت ركيب تريلات، اكيد الناس الاوف رود عارفه التريلات طبعا. فكنت بحضر حاجات قوي كتير، وكنت بعمل حتى اكشن، وعملت حاجات كتير قوي. فغيرت مكان كتير تريلات لغايه ما ايه قلت بقى استريح شويه كده عشان السن والكلام ده. فبدات اجيب كروز، فكانت اول مكنه اجيبها كروز كانت تريامف 2300 سي سي. فبدات بقى العب ما بين التريامف والبوليفارد والحاجات دي لغايه ما استمتعت بالبوليفارد بصراحه وبقيت عليها يعني. قعدتها جميله كده ومكنه. كنا زمان وتريلات وحركات. لا انا بعشق التريلات، بس هو الموقف اللي حصل اللي كان والدي كان ماشي على الطريق فجاه لاني رافع حصان. ساعتها قال لي انت مش هتركبه تاني في حياتك يعني. بس الحمد لله قدرت اقنعه ان انا اجيب موتوسيكل كروز وخلاص الحمد لله. انا عايزك تقول لي كده، انت الموضوع كان سهل ولا صعب عليك ان انت تجيب بايك؟ مبدئيا كده ان انا بركب بايكات من 2015 مثلا اتعلمت، فانا عايز اركب من 2015. ركبت في 2019، يعني قعدت 4 سنين بحاول ان انا اظبط الدنيا، والحمد لله ركبت البايك. واخويا ميمو برضو معانا. بس انا بشتغل مدرب في الجيم. قعدت 4 سنين ان انا اضغط على نفسي في الشغل وان انا اظبط الدنيا بحيث ان انا اطلع فلوس ان انا اعرف اركب بايك. بس الموضوع سهل. الموضوع سهل. اول بايك ركبته كان ياماها في ستار 2006 1100 سي سي كروزر. بعد كده ركبت هورنت. بس الموضوع سهل يعني، بس حوش شويه وتجيب حاله كويسه، ما تجيبش اي حاجه يعني. دلوقتي معانا علم من اعلام اسكندريه، صاحبي اخويا مش صاحبي ايه، اخويا اقسم بالله، سيد زيتون. بص بقى هتسمع قصه كفاح انت ما سمعتهاش في حياتك. ولا اي كفاح والله. الموت معاك، امسك الحديده يا باشا احلى ميه. ولا اي كفاح والله. الموضوع كله ابتدى معايا من 2008. يعني انا طول عمري كنت بركب الكروسات اللي هي اللي يا باشا 50 سي سي وال100 سي سي وبتاع. واول كده اللي هو ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم كانت حاجه بتاعتي. جبت صيني اللي هو كان في 2008. احنا بدانا من الاول، الناس بتقول احنا بدانا ياباني على طول. اول موتوسيكل جبته في حياتي كان ب 1800 جنيه. ده سنه كام بقى؟ في 2008. ما شاء الله بادئ من 2008 ب 1800 جنيه وبعته ب 2000 جنيه. ما شاء الله. والله. كنت بفكر ان انا اركب بايك قبل ما اتجوز، فقررت ان انا اتجوز واحوش انا ومراتي ونجيب البايك. انا كابتن سامح لسه بساله، قال لك الموضوع ما فيهوش ولا اي حاجه. فتعال نشوف بقى اول موتوسيكل كان ايه، وهيحكي لنا قصه الموضوع معاه بدا ازاي. والله هو اول موتوسيكل طبعا كان حلم لاي شاب، وبدات بموتوسيكل 400 سي سي كان سي بي 4 موديل 98. جبنا فلوس ازاي بقى؟ تحويشة العمر يعني. ما قدرتش ان انا كنت بفكر ان انا اركب بايك قبل ما اتجوز، فقررت ان انا اتجوز واحوش انا ومراتي ونجيب البايك. فالحمد لله. على الموضوع ده؟ طبعا، لان هي موجوده معايا وبتحب بس انا بدات بال400 اللي هو انا حابب الموضوع جدا، فعايز ابدا من تحت عشان افضل مأمن نفسي. بعد 400 ركبت هورنت 600 2004. بعد الهورنت 600 ركبت هورنت 900 2004 برضو. وحاليا دلوقتي راكب اكس 11 1100 سي سي. سلام معاكم من اسكندريه. انا ما بقيش ياما بركب من 2017. في الاول كنت رافض موضوع الموتوسيكلات وكده، بس اخويا جاب سكوتر فشجعني شويه. حلو. بدات بقى قلت اجيب حاجه اتعلم عليها. جبت هوجن 3. كان مش عارف كان اسمها روكيت ولا مش عارف ايه، حاجه مش هوجن كمان. قعدت بقى اعدل فيها واعمل بقى واظبط. لا انا عايز كرسي طويل شويه ومش عارف ايه، لغايه لما زهقت منها رحت جايب سوبر لايت. بعد السوبر لايت مشيت شويه قلت اطلع شويه، رحت جايب كان سكوتر اسمه زافيرانو 250. بعديها بشويه جبت كي تي ام بقى 1290 سوبر ادفنشر. بس انت دماغك ادفنشر ها؟ انا بقى في الاول يعني كنت الاول ايه عايز اعرف انا عايز اوصل لايه، بس مش عارف يعني لسه بقى جديد ومش عارف ايه. فبدات واحده واحده. يعني احنا كنا من مكنه صيني لا طبعا لحد ما جبنا مكنه الحمد لله. جبنا بقى فلوس اول مكنه ازاي اصلا؟ اول مكنه والله يعني استلفت 5000 جنيه كانت 8400. استلفت 5000 جنيه وعملت جمعيه عشان اسدها. بقيت الفلوس الثانيه كملتها من معايا. وبعدين كان في مشكله في الورق ان كنت جايبها من كفر الدوار. نصابين بتوع كفر الدوار ده انا عارفهم عشان انا منهم. ضحك عليا في البطاريه كانت بايظه وكانت هيصه.
بس واحده واحده الواحد بيتعلم، ما بيتعلمش ببلاش، انت ما بتتعلمش ببلاش. واهو انت المفروض يعني تشوف بقى، يعني تجرب دي وتجرب دي وتجرب دي لغايه لما تشوف في الاخر انت ركوبتك حابب ايه بالظبط. كابتن احمد علي هيقول لنا قصه اول بايك ليه عشان الناس تعرف الموضوع مش صعب، واللي انت هدفك لو حطيته في دماغك هتوصل له. يلا كوتش قول لنا اول بايك معاك. بص، هو يعني الموضوع كان بالنسبه لي صعب، عشان انت بتقول هو مش صعب، لا هو في الاول كان صعب جدا. يعني اول حاجه بالنسبه للناس موافقه الاهل، الموضوع صعب جدا يعني. لحد النهارده بعد ما اتجوزت وخلفت وعشت يقول لك اسمه موتوسيكل وحته الزلطه قد كده تقلبها، الموضوع اللي هو بتاع الاب والام ده. تاني حاجه الماديات، عشان الظروف اللي احنا فيها فالاسعار رفعت بطريقه مش معقوله، فالموضوع بقى صعب شويه. اول بايك خالص ده بقى انا كنت عامل جمعيه من 2008 مثلا بالظبط، يعني جبت البايك في 2018. تمام. ف يعني لو حد بيفكر يعمل حاجه يفضل وراها لحد ما يحققها، ما ييأسش منها ابدا، لان دي هوايه ولو فرطت فيها مش هتعرف تعملها لما تكبر. يعني انا كنت بحلم الحلم ده من وانا عندي 18 سنه، حققته في 30. حققناه بس لو حد يقدر يعمله قبل كده او لما يبتدي يحلم بيه يسعى فيه هيبقى الموضوع افضل بكتير جدا. دلوقتي معانا كابتن مؤمن هيحكي لنا القصه بدات ازاي معاه من الاول خالص. الفكره في الاول خالص كنت نفسي اجيب موتوسيكل عشان اروح بيه الكليه، المواصلات، الحاجات دي. الموضوع كان بسيط جدا، ما كنتش في دماغي خالص حوار الريسات. جبنا فلوس الموتوسيكل ازاي بقى؟ لا هو كان ب 13,000 جنيه فاهم، فاللي هو يعني كان يعني كان بتمن موبايل ساعتها، فاللي هو بدل ما تجيب موبايل جديد فاهم، تجيب موتوسيكل تقضي بيه بس مشاويرك والحاجات دي، تروح مثلا تقعد على قهوه، ما تشيلش هم الركنه، الحاجات البسيطه دي. بعد كده تبيع تحوش. يعني ابتدى بقى بعد كده ابتديت اخش الجروبات والحاجات دي، فالموضوع كان حلو قوي بصراحه، الكوميونتي بتاعت الموتوسيكلات، واتعرفت على ناس كتير جدا، فكان الموضوع بصراحه لذيذ يعني. فابتديت طبعا لازم اعمل ابجريد عشان الموضوع يبقى احسن، ابجريد فابجريد يعني داخل في حوالي 7 سنين في الكوميونتي بتاعت الموتوسيكلات، وطبعا رجليا غرزت يعني، مش قادر اطلع بصراحه من الموضوع ده. لا هي من احسن واحلى الحاجات اللي بتحصل في حياتي، يعني ما اقدرش بصراحه اتخيل حياتي من غير موتوسيكلات خالص. معاكم عميد الدراجين بجمهوريه مصر العربيه محمود عباري. هي هوايه حلوه، وبتعرفنا على ناس كويسه من جميع الجمهوريه والدول العربيه والاوروبيه، يعني ليا اصدقاء يعني على مستوى العالم. هي هوايه كويسه، ابدا بحاجه صغيره تروح بيها شغلك، تروح بيها كليتك، بس اهم شيء الخوذه والجوانتي السيفتي، وتمشي على مهلك وتخلي بالك من الميه وتخلي بالك من الرمله، اجيب الترماي، كل ده تاخد بالك منه. وهي هوايه كويسه، وطبعا هي وسيله مواصلات يعني، ولا عربيه ولا مشروع تحت رجلك، عايز تروح في اي حته هتروح، فتبدا بحاجه صغيره، وهي هوايه كويسه ان شاء الله، وربنا يحفظ الجميع.